والله يا جماعة، أنا راجل من قرية بسيطة جدا تبع محافظة الدقهلية. القرية دي فيها شباب اتنين شباب صغيرين كده، ناس لسه في بداية عمرهم. أقسم بالله منظمين دورة رمضانية في القرية بتاعتنا. قرية ما تقريبا 7000 واحد أو 5000 واحد، يعني مش كبيرة. منظمين دورة أفضل من البطولات اللي بينظمها الاتحاد المصري والرابطة. الناس بتلعب باحترام، كل واحد بيلتزم بالمواعيد، الحكم بيجي، لعب تنافسي شريف. وجود الناس المسؤولة عن كرة القدم في مصر دي دقيقة واحدة بعد اللي حصل ده إهانة لكل بني آدم مصري عنده كرامة. مش معقول إن أنا اتحاد الكرة ده مفيش بني آدم يقدر يدير اللعبة إلا الاتحاد ده. الرابطة مفيش بني آدم يقدر يدير إلا الناس دي. الناس دي أصلا مين؟ الناس دي مين؟ اللي حصل النهارده مش مهزله. خساره بطوله للاهلي مش هتقلل منه، مكسب بطوله للزمالك مش هتزيده. القصه كلها احنا دلوقتي حولنا افضل ديربي عربي وافريقي واقوى ديربي في الشرق الاوسط لازبل ديربي موجود في العالم. احنا خدنا الحاجه الجوهره اللي كلنا نقول لك ده احنا الاهلي والزمالك. لما تقابل اي واحد في اي جنسيه يقول لك انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي ولا زملكاوي؟ الدول العربيه انت اهلاوي. فرقتين، اكبر فرقتين في افريقيا لهم جمهور خارج مصر هم الاهلي والزمالك، خارج مصر بجنسيات تانية مختلفه. احنا جبنا ناس الفساد وقله الخبره وانعدام الضمير وصلنا لدرجه ان الاهلي والزمالك ده بقى ملهمش اي لازمه، ملهمش اي لازمه في الدنيا. الناس اللي بتدير الكوره تصفيه حسابات بين الاتحاد وتصفيه حسابات بين الرابطه. هنا بريده بيصفي حساب مع احمد دياب على حساب البلد، على حساب كرامه البلد، على حساب سمعه البلد، على حساب الاهلي، على حساب الزمالك، على حساب البشر اللي موجوده في مصر، ولا حد مالي عينهم نهائي. افضل حل دلوقتي الاهلي لسه ما اعلنش الانسحاب. افضل حل دلوقتي الاهلي اللي ينسحب من كل البطولات، جميع الانديه تنسحب من كل البطولات. الناس دي لو بايد انا احبسهم في اوضه واضربهم بيه الجزمه. الناس المسؤوله عن الكره في مصر اللي بوظوا سمعتنا وخلونا يعني مسخه في العالم العربي وافريقيا كلها، الناس دي لازم تتعاقب. الناس دي لازم تتعاقب، لازم الرؤوس دي تمشي، لازم الناس دي تمشي. انا ما شعب 120 مليون، ما عنديش غير هنا بريده يدير النادي، يدير اتحاد الكره، يمشي بمصيبه وفضايح في كاس العالم روسيا وارجع ارجعه تاني. ما عنديش غيره، انا ما عنديش غيره. للسنه الثانيه ولا السنه الثالثه احمد دياب يمسك الرابطه ليه؟ ما فيش ال 120 مليون ما فيش فيهم كادر يعرف يدير، ما فيش كادر يعرف يدير الكره. الناس اللي في مصر دي او الناس المسؤولين من اول الرئيس لرئيس الوزراء عاجبهم المنظر اللي بيحصل ده؟ عاجبهم لما شويه عيال بيديروا الكوره يبوظوا سمعتنا كده؟ عيال ايه ده؟ ما جابوش العيال ده، مش عارفين ينظموا دوره زي الشباب اللي عندنا منظمه دوره رمضانيه بيدفعوا فلوس من جيبهم عشان يعملوا دوره وبينجحوها وبيشتغلوا وناس كويسين وبيجروا على كل حاجه، وهم شباب صغير لسه ممكن بيكونوا بياخدوا مصروفهم من اولياء امورهم. ده انا اشكر انا الناس الشباب الصغير اللي بينظم عندي الدوره الرمضانيه ده، انا بقدم لهم التحيه. شكرا يا رجاله، انتوا بتعملوا اللي وزير رياضه ما يقدرش يعمله، اللي رئيس اتحاد كوره ما يقدرش يعمله، اللي رئيس رابطه ما يقدرش يعمله. شكرا يا رجاله، ولازم حد يتدخل وينقذنا من المهزله دي لان احنا طفح الكيل.